تكملوا مع بعض عشان خاطر العيال ولا تنفصلوا؟ مفيش بيت خالي من المشاكل، بس هل كل المشاكل هنقدر نتعايش معاها؟ وايه يضمن اننا لو تعايشنا معاها عشان الحياة تمشي مش هيكون ليها تأثير على صحة ولادنا النفسية؟ في الحقيقة السؤال ده ناس كتير قوي بتقع فيه. الست تقولك انا مستحملاه عشان ما اخربش البيت وعشان خاطر الولاد، والراجل يقولك انا مكمل في الجواز عشان خاطر العيال مش اكتر. بس واقعيا هما الاتنين بيرتكبوا اكبر جريمة في حق الولاد وفي حق نفسهم كمان. ممكن نكمل عشان خاطر العيال لو المشاكل بسيطة وتتحل، لكن في نوعية مشاكل الانفصال فيها أفضل للعيال. الأطفال عشان تكون نفسيتهم سوية لازم ينشأوا في بيئة أسرية مستقرة، والبيئة الأسرية المستقرة لازم يكون الأب والأم على وفاق، وإلى جانب الوفاق يكون في حب عشان العيال يشوفوا الحب ده وينعكس عليهم ويشبعوا منه. طب لو غاب الحب وتبدل لخلافات واحيانا مشاكل واهانات، هنا بقى لازم نقف ونقول ستوب، والاب والام يقعدوا مع بعض قعده واضحه وكل اللي هيتقال فيها يلتزموا بيه. هتقدروا تعيشوا مع بعض بدون حب؟ هتقدروا تداروا على اولادكم انكم مش بتحبوا بعض؟ خلافاتكم هتقدروا تخبوها عن ولادكم؟ هتقدروا تحترموا بعض في خناقاتكم ومش هتهينوا بعض قدام العيال ولا يحصل ضرب؟ طب عصبيتكم دي مش هتنعكس على العيال وتبقى حياتهم جحيم؟ لو كانت الاجابه هنا بنعم هيجي بعدها سؤال مهم جدا. انتوا من جواكوا هتبقوا سعداء بده وعمركم لما يخلص وشبابكم يضيع مش هتندموا على فرصكم في السعاده اللي مخدتوهاش؟ وساعتها ده مش هتقلب غضب على العيال اللي كانت سبب في اللي انتوا فيه؟ ده اللي هيجاوب وهيقول لكم كملوا عشان الاولاد، ولو اني اشك ان نعم دي تستمر كتير. اما لو كانت الاجابه في الاول خالص بلا، فرأيي هنا الانفصال افضل. الانفصال باحترام وقواعد استمرار الود بينكم وعدم تأثير ده على ولادكم افضل 100 مره في انكم تكملوا في حياه بتأذيكوا عشان خاطر الولاد، لان وقتها الولاد مش هيكونوا مبسوطين مهما حاولتوا تخبوا عنهم، ولا انتوا كمان هتكونوا مبسوطين. بس عشان اكون صادقه معاكم، قرار الانفصال ده لازم يكون في قبله محاولات للنجاح والاستقرار والسعاده، ولو المحاولات دي فشلت يبقى الانفصال للأسف هو الحل. أنا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.